تخيل أن هناك كتابا واحدا فقط، كتاب لم يؤلفه إنسان بمجهوده العادي، بل كأن وراءه أسرارا لا يمكن لعقل بشري أن يحيط بها. كتاب أثار الرعب في قلوب العلماء، وتناقله الناس بالهمس والخوف، وتم حظره في معظم دول العالم لشدة خطورته. إنه كتاب إذا قرأته قد تفقد دينك وعقلك معا، لأن العلماء أجمعوا أن قراءته تعتبر كفرا وشركا. ليست كل الصفحات تستحق أن تقلب، فبعض الكتب إذا فتحتها قد لا تغلق أبواب الشر أبدا. هذا الكتاب هو شمس المعارف الكبرى، منسوب إلى الشيخ أحمد بن علي البوني، الرجل الذي ولد في الجزائر وحفظ القرآن الكريم صغيرا، وتعلم علوم الشريعة وأصولها، ثم انتقل إلى مصر حيث عاش حتى وفاته في سنة 622 للهجرة. للبوني كتب نافعة مثل مؤلفاته في معاني أسماء الله الحسنى، لكنه في مرحلة من حياته اتجه إلى طريق آخر غامض ومظلم، هو طريق السحر وعالم الماورائيات. ومن هنا ارتبط اسمه بواحد من أخطر الكتب التي عرفت في التاريخ. الغريب أن تفاصيل هذا الكتاب جعلت كثيرين يشكون أن إنسانا عاديا يمكن أن يؤلفه وحده. كيف عرف البوني تلك الطلاسم الغريبة؟ ومن أين أتى بالتعويذات التي لم ترد في أي كتاب سابق؟ بل حتى السحرة أنفسهم وهم أهل هذا المجال وقفوا في حيرة أمام بعض ما فيه، فلم يستطيعوا فهمه أو تفسيره. يتألف كتاب شمس المعارف الكبرى من 40 فصلا، كل فصل منها يتناول جانبا من عوالم السحر والتنجيم والفلك واستحضار القوى الغامضة. ومن أبرز هذه الفصول فصل بعنوان الأسماء التي كان يحيي بها النبي عيسى الموتى، وهو عنوان يثير الريبة والخوف. فصل آخر عن أسرار البسملة والبركات الخفيات. فصول عن الأحراز الغريبة التي تختلف تماما عن أي أحراز أخرى، حيث احتوت على أعداد ورموز وأسماء لأنبياء ورسل، مكتوبة داخل أشكال هندسية مبهمة يقال إنها تستعمل في التمائم والتعاويذ. الكتاب مليء بمئات الطلاسم والتعاويذ الشيطانية التي تهدف إلى تعليم القارئ كيف يستحضر الجن ويتعامل معهم، بل وكيف يصرفهم بعد أن يحضروا. ومن أغرب ما فيه أنه يعلمك في بدايات الفصول طرق التحضير، ولا يعلمك طرق التصريف إلا في نهاياتها، أي أن من يقرأ أو يجرب في منتصف الطريق قد يفتح على نفسه بابا من الجن ولا يستطيع إغلاقه أبدا. الأعجب أن النسخ المتداولة اليوم من كتاب شمس المعارف ليست كاملة، فقد حذفت منها بعض الرموز والمصطلحات خوفا من خطورته. وهناك روايات تقول إن النسخة الأصلية من الكتاب دفنت مع البوني في قبره، وأن من يحاول الوصول إليها يصيبه الشر العظيم. لكن هذا ليس كل شيء، فالكتاب لا يقتصر على الطلاسم والرموز، بل يطلب من قارئه أفعالا كفرية حتى يستطيع فتح الأبواب، مثل الذبح لغير الله والصلاة على جنابه، وأعمال لا يقبلها عقل ولا دين. ولهذا أجمع العلماء على أن هذا الكتاب من أخطر ما كتب على الإطلاق، وأن قراءته ليست مجرد فضول، بل مهلكة دنيوية وأخروية. إن الشخص العادي إذا نظر في صفحاته فلن يفهم شيئا من غموض رموزه وكثرة إشاراته، بل حتى كثير من السحرة لم يفهموا جميع ما فيه، ومع ذلك يبقى له سحر مظلم يجذب بعض الفضوليين الباحثين عن المجهول، وهؤلاء لا يدرون أنهم يلعبون بالنار. اليوم نجد البعض على مواقع الإنترنت يروجون لهذا الكتاب وكأنه محتوى مشوق أو مادة غامضة تستحق الاطلاع، والحقيقة أن هذا تلاعب خطير بعقول الناس، فالترويج له بحد ذاته كارثة، فما بالك بقراءته أو تجربته؟ إن الهدف من الحديث عن كتاب شمس المعارف ليس إثارة الفضول ولا دفع الناس إلى البحث عنه، بل التحذير من خطره، فهو باب من أبواب الشرك والضلال لا خير فيه ولا نفع، بل هو طريق مظلم يفتح على قارئه أبوابا من الشر لا تغلق.